عمرك جربت في يوم تحس انك لوحدك، لكن في نفس الوقت مش لوحدك؟ في اماكن على الانترنت مش المفروض اي حد يوصل لها، اماكن مجرد دخولك ليها بيغير كل حاجة. بوابة الدارك ويب مكان مليان بالاسرار، لكنه مش مجرد اسرار، ده عالم مظلم حقيقي. وكل اللي هتعمله هناك بيخليك أقرب للمجهول. في عالم الدارك ويب الخروج مش دايما خيار. الدارك ويب ما بيغفرش الأخطاء، وأنا ارتكبت أكبر غلطة في حياتي. عمرك سمعت عن الدارك ويب؟ المكان اللي بيتقال عليه إنه أعمق وأظلم ركن في الإنترنت. ممكن تدخل فيه تلاقي نفسك وسط كوابيس مش بتنتهي. في ناس مجرد ما يدخلوا عمرهم ما بيخرجوا بنفس العقل اللي دخلوا بيه. ازيك يا حكواتي؟ عامل ايه؟ ايه رأيك؟ ما تأخرتش عليك اهو، وانت كمان ما تتأخرش عليا، ولايكك الجميل واشترك لو لسه مش مشترك. وخليني احكي لك قصتنا بتاعت النهارده. قصتنا اللي بدأت بغلطة واحدة. أحمد فتح موقع غريب بالصدفة، موقع اسمه بوابة الدارك ويب، وكل حاجة بدأت تتغير. رسالة غريبة، أصوات مش مفهومة، وشخصية مخفية اسمها المستخدم 666 ظهرت في حياته. واللي حصل بعد كده كان أبعد من مجرد لعبة، كان كابوس حقيقي. في الفيديو ده هحكي لك بداية القصة المرعبة، لحظة دخول أحمد العالم ما كانش يتخيل وجوده. خليكم معايا للنهاية، لأن اللي هتشوفه مش مجرد قصة، ده تحذير لكل شخص. هل أنت مستعد؟ قصتنا بتبدأ بصوت المروحة شغال في الخلفية، وأحمد قاعد قدام الكمبيوتر وشاشته منورة بلون أزرق باهت، مكتبه مكركب، في كوباية شاي فاضية وجنبها طبق مليان بواقي أكل. أحمد بيتكلم مع نفسه. دارك ويب، قال يعني في حاجة جديدة، كلها إشاعات وهبل. هي بتيجي إزاي أصلا يعني؟ المواقع دي بتختفي أول بس ما الشرطة تشم ريحته. أحمد قرر يشغل الفي بي إن وبرامج التصفح المجهول. أصوات الكليك بتاعت الكيبورد والماوس شغالة، والصفحة قدامه بتحمل. يكمل بيقول: أنا مش فاهم الناس بتخاف كده ليه؟ كله كلام، وزي ما قال صاحبي يوسف، ما تخافش إلا من اللي تعرفه. وهو بيبدأ بيتصفح مواقع الدارك ويب وبيشوف صفحات غريبة بأعضاء بشرية تلاقي، ووظايف مشبوهة، ألعاب بفلوس كتير قوي. أحمد كان بيضحك وبيقول: والله بجد عالم زبالة، ازاي الناس دي بتفكر؟ وهو بيقلب بيوصل لموقع اسمه بوابة الظلام. الصفحة لونها اسود بالكامل، وفيها كلمة واحدة مكتوبة بخط كبير: ادخل لو تقدر. أحمد بيقف لحظة وبعدين بيكمل بنبرة تحدي: اهو يا عم، وانا هخاف يعني؟ خلينا اشوف ايه الخزعبلات اللي عندكم. وهو بيدوس على الزرار اللي في الشاشة، بتطفي مرة واحدة وترجع تشتغل. تظهر صفحة جديدة فيها صورة لشخص غامض وشكله مرعب، صورة ثابتة لكن عينيه بتحس انها بتتحرك. احمد كان متوتر حاجة بسيطة كده. ده ايه الكسل ده؟ اكيد فوتوشوب رخيص. ومرة واحدة بتظهر رسالة على الشاشة: مرحبا بك في بوابة الدارك ويب، استعد لرؤية ما لا يجب أن تراه. أحمد بيتنهد وبعدين يضحك: أوه، ده فيلم رعب من أبو جنيه.
كمل يا عم لما نشوف اخرتها ايه. وبيدوس على زرار نيكست، بتظهر قائمة بمواقع مشفرة جنب كل موقع تحذير: لا تدخل إلا لو كنت مستعد. بيختار موقع بعنوان الغرفة السوداء. الشاشة مرة واحدة بتملى بالسواد، وفي وسطها كلمة انتظر. أحمد: ايه ده يا عم، مش شغال ولا ايه؟ فجأة صوت طقطقة غريب بيطلع من السماعات، واحمد بينط من مكانه. لا 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 لا، الصوت ده مش من الجهاز صح؟ والصوت بدأ يزيد وتحول لصوت همسات مكتومة. احمد كان بيحاول يطفي الجهاز. كفاية هزار بقى، ايه الزفت ده؟ مش معقول. لكن الجهاز بيرفض يقفل. الشاشة بتعرض فيديو لشخص مقيد على كرسي ووشه مش باين. الكاميرا كانت بتتحرك ببطء لحد ما تظهر كلمة مكتوب بالدم على الحيطان: مرحبا بك يا أحمد. أحمد بصوت مخنوق: إيه ده؟ إزاي؟ مين اللي عمل كده؟ النور في الأوضة اللي قاعد فيها أحمد بيطفي. الشاشة الوحيدة اللي منورة هي شاشة الكمبيوتر. تظهر رسالة جديدة: رحلتك بدأت، لا تخرج قبل ما ينتهي العرض. أحمد الخوف بدأ يزيد. يا نهار اسود، أنا وقعت في مصيبة. صوت عالي فجأة بيجي من الجهاز والشاشة بتطفي تماما. أحمد بيبص حواليه وهو مخنوق من الخوف. بيفتح الباب بسرعة وبيجري برا الأوضة، لكنه بيلاقي موبايله بيرن. الشاشة بتاعت رقم غريب: 666. أحمد مرة واحدة قعد يصرخ ويقول: لا 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 لا، أنا مش عايز ألعب اللعبة دي، أنا مش عايز ألعب اللعبة دي. وفي نفس الأوضة اللي كان فيها أحمد، الإضاءة كانت فيها خافتة قوي، وكل حاجة حوالين أحمد بتبدو مش طبيعية، كأنها خرجت من كابوس. أحمد قاعد على طرف السرير، عينه على الموبايل، بيعرض الرقم الغريب: 666، والموبايل لسه بيرن. أحمد كان متوتر. أنا مش هرد، أكيد ده حد بيهزر. الموبايل بتوقف عن الرنين فجأة. أحمد كان نفسه طالع نازل بصعوبة، لكنه بيسمع صوت إشعار. بيبص للموبايل بيلاقي رسالة جديدة مكتوب فيها: ليه مش بترد؟ أحمد بيهمس: مين ده؟ مش هرد. الموبايل بدأ يهتز في إيده بشكل هستيري كأنه حي. الشاشة بتعرض رسالة تانية: ما تستخباش، احنا شايفينك. أحمد على طول بيرمي الموبايل على السرير، لكنه بيتحرك لوحده، والشاشة بتفضل تعرض كلمات غريبة زي انت واحد مننا. الإضاءة في الأوضة بتتغير بشكل غير طبيعي، كأنها بتنبض. صوت خبط متكرر بيجي في الحيطة. أحمد بيحاول يمسك نفسه. أحمد وهو بيتحرك ناحية الباب: لا كفاية، أنا هخرج من الأوضة دي، أنا هخرج من الأوضة دي دلوقتي. أحمد بيحاول يفتح الباب لكنه مش بيتحرك، كأنه مقفول بمفتاح خفي. صوت خبط الحيط بيزيد، وفي نفس اللحظة الكمبيوتر بيفتح لوحده والشاشة بتعرض فيديو جديد. في الفيديو فيه شخص قاعد على كرسي في مكان ضلمة تماما، وشه متغطي بقناع أبيض مخيف. صوت غريب متقطع بيطلع من السماعات: أحمد، فاكر لما قلت إنك مش هتخاف من اللي هتشوفه؟ أهو إحنا هنا، شايفنا؟ الكاميرا في الفيديو بتتحرك فجأة وبتعرض نفس أوضة أحمد بنفس الديكور، وكأن الكاميرا جوه الأوضة. أحمد بيتراجع ببطء لورا وهو بيبص حوالينه كأنه بيحاول يلاقي الكاميرا. انتوا مين؟ عايزين مني ايه؟ الشخص الغامض بيضحك ضحكة مفهومة، والصوت بيبدأ يتكرر بجملة واحدة: احنا هنا، احنا شايفينك، وانت مش هتخرج. فجأة الفيديو بيطفي والشاشة بتتحول لخطوط ملونة سريعة، وبعدين تظهر رسالة: مبروك، انت دلوقتي جزء من اللعبة. احمد وهو بيحاول يمسك اعصابه: لعبة ايه دي؟ على الشاشة بيظهر عد تنازلي من 10. أحمد بيحاول يطفي الجهاز بأي طريقة، لكن الكمبيوتر مش بيستجيب. العد التنازلي بيخلص والشاشة بتتحول لسواد. فجأة باب الأوضة بيفتح لوحده، وأحمد بيلاقي ممر طويل ضلمة قدامه، مفيش أي مصدر إضاءة إلا من الأوضة. سمع صوت خطوات جاية من الممر. أحمد وهو بيهمس: لا لا لا، دي مش حقيقة، أنا بحلم. خطوات بتقرب أكتر وأكتر. أحمد بيقرر يدخل الممر على أمل يلاقي مخرج. الممر بيبقى أطول كل ما يمشي فيه، والجدران مليانة كتابات غريبة كلها مكتوبة بنفس الخط الدموي اللي شافه في الفيديو.
مرحبا بك. بعد لحظات بيلاقي باب جديد في آخر الممر، بيفتحه بسرعة، لكنه بيرجع يلاقي نفسه في نفس الأوضة اللي خرج منها. الكمبيوتر شغال تاني وعليه رسالة جديدة: ما تلعبش مع الظلام، الظلام دائما يفوز. صوت ضحك عالي بيملى المكان، وأحمد بيقع على الأرض وهو ماسك راسه مش قادر يتحمل اللي بيحصل. الشاشة بتعرض صورة ليه وهو نايم، كأنه بيشوف حاجة مخيفة. في كل صورة في شخص واقف وراه، نفس الشخص اللي كان في الفيديو. ومرة واحدة صوت همسات بتتكرر: احنا بدأنا، النهاية قربت. وأحمد بيصرخ بصوت عالي، والأصوات اللي مش عايزة تسكت. وفي نفس الأوضة أحمد وهو قاعد على الأرض وماسك راسه، عيونه بتلف حوالين الأوضة كأنه مش قادر يستوعب اللي بيحصل. كل حاجة هادية تماما، بس الهدوء مخيف. فجأة الكمبيوتر بيشتغل لوحده، الشاشة بتعرض أصوات أوضة أحمد. الإضاءة اللي في الصورة أغمق وشبه ميتة. أحمد بتوتر وهو بيبص للشاشة: مش ممكن، ازاي الكاميرا جوه الأوضة؟ ده تهديد، أكيد في حد بيهزر عليا. فجأة الكمبيوتر بيعرض نص مكتوب: افتح الباب أحمد، أنا مستنيينك. أحمد هو متوتر: لا مش ممكن، أنا مش هفتح الباب. لكن الخبط بدأ يطلع من الباب، خبط تقيل ومنتظم. أحمد بيقف بيبص للباب وإيده بتترعش وهو بيقرب. أحمد هو بيهمس: ده مجرد صوت عادي، مفيش حاجة ورا. أول لما بيوصل الباب بيقف فجأة، بيفتح الباب بسرعة، لكن بدل ما يشوف الممر اللي بره يلاقي نفسه قدام نفس الأوضة بعينين واسعة من صدمة. لا ده مستحيل. بيلاقي إنه لسه جوه نفس الأوضة، لكن لما بيرجع بيبص قدامه بيلاقي باب تاني مفتوح على نصه. همسات بيبدأ أصوات مش مفهومة لكنها بتقوله باسمه بشكل مخيف. الأصوات عمالة بتقول: تعالى تعالى يا أحمد. أحمد وهو بيرجع لورا: لا 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 مش هقرب. لكن الباب بيفتح أكتر لوحده، والإضاءة جوه الأوضة اللي قدام الباب بتبقى أغمق من الضلمة. أحمد بيحاول يقفل الباب بسرعة، لكن إيده بتتجمد لما يشوف حاجة جوه الأوضة دي. نسخة منه قاعدة قدام الكمبيوتر، لكنه باين عليه إن هو منهك وعينيه سودة بالكامل. أحمد بصوت عالي: إيه ده؟ ده أنا. النسخة الغريبة منه بترفع راسها ببطء وتبصله بعينين باردة. فجأة تتكلم بصوت مشبوه: متحاولش تهرب، المكان ده ليك وانت مش هتخرج يا أحمد. يرجع لورا بسرعة ويقفل الباب بكل قوته، لكنه لما بيلف يلاقي إن الأوضة بقت مختلفة. الحيطان كلها متشققت لونها أحمر، وفي كل مكان على الحيطان مكتوب بالدم: الأصوات مش هتسكت يا أحمد. فجأة الكمبيوتر بيشتغل وبيعرض فيديو جديد. الفيديو ده وهو أحمد وهو بيحاول يخرج من الأوضة، بس بدل ما يلاقي نفسه بيخرج زي المشهد وهو بيرجع تاني للأوضة. أحمد هو مكسور في اللحظة دي: ده عقاب، فلازم أخرج لازم. وبيجري ناحية الباب مرة تانية وبيفتحه، لكن المرة دي بيلاقي نفسه واقف في نص شارع فاضي تماما. لكن الشارع غريب، المباني كلها مظلمة والهوا تقيل، وفي صوت همسات بيطارد أحمد من كل اتجاه ويجري وسط الشوارع. لكنه كل ما يتحرك الحيطان حواليه بتقرب أكتر وأكتر. فجأة بيسمع صوت صراخ عالي، ما بيبص وراه بيلاقي نفس الكائن اللي شافه في الفيديو. شعره طويل، وشه مش واضح، وجسمه مش طبيعي. أحمد كان بيصرخ في نص الشارع: سيبني، أنا ما عملتش حاجة. وهو بيجري بكل قوته، لكن بيلاقي قدامه باب تاني بيفتحه بسرعة. لكن لما بيدخل بيلاقي نفسه في نفس الأوضة تاني. كل حاجة رجعت لمكانها كأنه ولا حاجة حصلت. لكن الكمبيوتر بيعرض رسالة أخيرة: مهما تحاول ومفيش مفر ليك يا أحمد. فيديو كان بيركز على وش أحمد اللي بيبص حواليه وهو منهار تماما. الهمسات حوالين الأوضة بتزيد بشكل مرعب. المشهد بينتهي وهو قاعد على الأرض ودانه صوت الصراخات مش عايز يختفي. هو وصوت الهمسات مش عايز يختفي. الأوضة باين عليها كأنها ما فيهاش روح. الأوضة باهتة، الحيطان عليها تشققات خفيفة، كل حاجة في مكانها الطبيعي، لكن مش مريحة خالص. أحمد قاعد على كرسي الكمبيوتر وعينه ثابتة على الشاشة اللي لسه شغالة. الشاشة بتعرض خلفية سودة تماما، بس فجأة تظهر كلمة واحدة: جاهز؟
أحمد صوته رايح من كتر التعب. جاهز ليه؟ أنا عايز أخرج، سيبوني في حالي. مفيش رد. فجأة الشاشة تقلب لوش شخص مشوش، ملامحه مش واضحة لكن عيونه ساطعة بشكل غريب. الوش يبتدي يتكلم بصوت آلي مش طبيعي. انت اللي دخلت هنا، مش هتخرج لحد ما تشوف الحقيقة. انتوا عايزين مني ايه؟ ايه الحقيقة اللي بتتكلموا عنها؟ الشخص بيضحك ابتسامة غريبة، وفجأة الملامح بتتغير لوش أحمد نفسه، لكن الوش مش طبيعي. الجلد شاحب وعينيه سودا بالكامل. الحقيقة هي انك مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. في اللحظة دي الشاشة تعرض فيديو جديد. الفيديو هو أحمد وهو نايم على السرير، لكنه في زاوية فيها كائن غريب واقف بيتفرج عليه. أحمد بيصرخ بيحاول يقفل الكمبيوتر لكن الزرار مش شغال. أحمد وهو بيضرب وبيهبط الكمبيوتر. اقفل بقى، سيبوني في حالي. الكمبيوتر فجأة بيعرض صورة ثابتة للأوضة بتاعت أحمد. المرة دي فيها حاجة غلط. الأوضة اللي في الصورة فيها أكتر من نسخة لأحمد، كل واحد واقف في مكان مختلف وكلهم باصين للشاشة. أحمد بيرجع بظهره بخوف لكنه بيلاقي الموبايل بتاعه بينور بيطلع إشعارات. بيمسك الموبايل بسرعة وبيلاقي رسالة جديدة: أحمد بص وراك. بيتجمد في مكانه، أنفاس تقيلة. الكرسي بتاعه في نفس الكائن اللي شافه قبل كده، شعر طويل وملامحه مش واضحة لكنه ثابت ومش بيتحرك. أحمد وهو بيهمس في نفسه: دي مش حقيقة. الكائن بيدي ايده ناحية، كان قبل ما يلمسه الكائن بيختفي فجأة. دخان تلاشى. أحمد يرجع يبص للشاشة يلاقي الوش بتاعه بيتكلم تاني. نسخة أحمد اللي في الشاشة كانت بتقول له: ليه بتجري؟ انت مش فاهم ان الهروب ملهوش معنى؟ انا عايز اخرج، انا ما عملتش حاجة. نسخة أحمد في الشاشة كانت بتضحك، وفجأة الشاشة تعرض وجوه كتيرة كلها بتتحرك بشكل عشوائي. كل وش بيبص لأحمد مباشرة كأنهم شايفينه. أصوات تبدأ تعلى، الهمسات، الصرخات المكتومة والضحك المخيف. أحمد بيقفل ودانه وهو بيحاول يتحمل الأصوات، لكن فجأة يسمع صوت واحد واضح بيقوله: افتح الشاشة بالكامل وشوف الحقيقة. ايده وهي بتترعش. أحمد يدي ايده للماوس وبيفتح نافذة جديدة، لكنه بيلاقي فيديو بيتغير لمشهد من طفولته وهو صغير، قاعد في اوضته وبيتكلم مع نفسه قدام المراية، لكن في الخلفية الكائن الغريب واقف وراه. لا، ده مش حقيقي. انا كنت لوحدي، انا كنت صغير، مستحيل. الشاشة فجأة تطفي والأوضة كلها تغرق في ضلمة شديدة. يبدأ يسمع أصوات خبط على الحيطان من كل اتجاه. الأصوات بتتحول لصرخات عالية، وأحمد بيصرخ وهو بيحاول يهرب، لكن لما بيفتح الباب بيلاقي نفسه قدام نفس الأوضة تاني، لكن المرة دي فيها أكتر من نسخة منه، كلهم بيتكلموا في نفس الوقت. نسخ كلهم في صوت واحد: انت مننا، انت جزء مننا، مش هتخرج. أحمد وهو بينهار والدموع في عينيه لكنه مش قادر يعمل أي حاجة. أصوات بتعلى أكتر وأكتر لحد ما تبقى كأنها طوفان بيغرق والمكان كله بيغرق معاه. وأحمد بيلاقي نفسه محاط بالنسخ كلها اللي بتقرب منه بالبطيء، كل واحد فيهم ابتسامة مرعبة وساذجة. محاصر في الأوضة محاط بنسخة الممسوخة اللي بتقرب منه ببطء. بتزيد صرخات والنسخ بتكرر نفس الجملة: الهروب ملهوش معنى. أحمد هو بيصرخ: سيبوني، كفاية. فجأة الأصوات تسكت تماما وبيظهر ملف جديد على الشاشة مكتوب عليه سجلات 666. اضغط هنا. أحمد بيقف مكانه، نفس تقيلة لكنه مش عارف، مفيش مفر. ببطء شديد بيقرب من الكمبيوتر وبيفتح الملف. لما بيضغط على الشاشة تتحول لسودا بالكامل، وبعد ثواني بيظهر فيديو غريب. الفيديو بيعرض غرفة زي غرفة أحمد بالظبط، من الحيطان فيها متشققة، إضاءة فيها حمراء. في نص الأوضة في ترابيزة عليها دفتر قديم وكمبيوتر. الفيديو بيقرب على الكمبيوتر اللي بيعرض كلمة واحدة: ده في نفس المكان اللي أنا فيه. إزاي؟ الشاشة فجأة تعرض قائمة بأسماء أشخاص، وقدام كل اسم مكتوب كلمة تم التنفيذ. الأسماء بتطلع لوحدها، وفجأة تظهر صورة أحمد واسمه في آخر القائمة، جنبها قيد التنفيذ. أحمد وعينيه مش مصدق بيحصل، ده مش حقيقي. لكن الشاشة تعرض فيديو جديد
أحمد في نفس اللحظة اللي قاعد فيها دلوقتي بيبص للشاشة، بس في الفيديو في كائن غريب واقف وراه، نفس الكائن اللي شافه قبل كده لكنه أقرب بكتير. المرة دي أحمد بيلف بسرعة لكن ما بيلاقيش حاجة. الكمبيوتر يعرض رسالة: السجلات بتكلمك أحمد، مفيش رجوع. الأوضة تبدأ تتهز والإضاءة بترمش بعنف وباب الأوضة بيفتح لوحده، لكن بدل الممر اللي كان بيظهر قبل كده في سلم طويل بينزل لتحت. السلم لونه أحمر غريب، همسات بتطلع من كل حتة. أحمد بيحاول يرجع لورا: أنا مش هنزل. لكن فجأة الأرض اللي تحت رجله بتتشقق وبيحس بشيء بيسحبه. بيحاول يقاوم لكنه بيتزحلق على السلم وبيبدأ ينزل بسرعة رهيبة. المشهد مظلم تماما لكنه بيسمع أصوات غريبة حواليه، صرخات بعيدة وضحكات مكتومة وهمسات باسمه. لما بيوصل لنهاية السلم بيلاقي نفسه في غرفة ضخمة حيطانها كلها مليانة شاشات، كل شاشة بتعرض لحظة مختلفة من حياته. اللحظات دي مش طبيعية، كل لحظة فيها حاجة غلط. شخص غريب واقف في الخلفية وهو وشه نفسه متغير بشكل مرعب. أحمد وهو بيبص حواليه: ايه ده؟ ازاي حياتي كلها هنا؟ فجأة واحدة من الشاشات بتعرض فيديو جديد. أحمد وهو صغير قاعد قدام الكمبيوتر لأول مرة وبيفتح ملف مشفر. الصوت في الفيديو بيقول: اللحظة اللي بدأت منها اللعبة يا أحمد. الكاميرا في الفيديو بتقرب على وش الطفل أحمد لكنه عيونه بتتحول لسواد بالكامل وبيبتسم ابتسامة باردة. أحمد بيحاول يرجع لورا لكن الصوت بيكلمه مباشرة: أحمد، كل حاجة بدأت منك وانت السبب في كل ده. لا، أنا مش السبب، أنا مش عارف أي حاجة عن السجلات دي. الكاميرات في الأوضة بتتحرك وبتظهر باب حديدي ضخم مكتوب عليه بالأحمر: سجلات النهاية 666. الباب بيفتح لوحده وأصوات صرخات عالية بتطلع منه. بيتردد لكنه بيضطر يدخل بسبب الأصوات اللي شغالة حواليه ومسيطرة عليه. لما بيدخل بيلاقي نفسه في أوضة زي أوضة التعذيب بالظبط، ترابيزة في النص عليها نفس الدفتر اللي شافه قبل كده، وحيطان كلها محفور عليها أرقام 666. الكمبيوتر في نص الأوضة بيعرض كلمة واحدة. ببطء أحمد بيقرب من الترابيزة وبيمد ايده على الدفتر، وأول لما يلمسه بيحس بحرارة شديدة. صورة لوشوش ناس بتتكرر قدامه بسرعة رهيبة، كل الوشوش بتبصله في نفس اللحظة بنفس النظرة الباردة. الصوت بيقول لأحمد: دورك جه، اكتب اسمك في السجلات أو واجه مصيرك. أحمد بصوت عالي: مش هكتب حاجة، أنا مش جزء من اللعبة دي. لكن فجأة الكمبيوتر يكتب اسمه لوحده. الشاشة بتعرض كلمة: النهاية بدأت. الأرض بدأت تتهز بعنف وأصوات انفجارات بتطلع من كل مكان. الحيطان بدأت تقع وبتظهر وراها فراغات مليانة وشوش ناس بتصرخ وبتشاور على أحمد. الكائن الغريب يظهر قدامه لكن المرة دي ملامحه باينة، ووشه بلا ملامح تماما وعينيه حمرا. بيمد ايده ناحية أحمد وبيهمس. اللعبة انتهت لكن السجلات مستمرة. أحمد لسه بيصرخ لكنه بيتلاشى تماما وسط الظلام اللي موجود، والكمبيوتر لسه شغال وظهور رسالة جديدة على الشاشة: اسم جديد مضاف إلى السجلات، من التالي؟ أحمد مرمي على الأرض وبيتنفس بصعوبة. الإضاءة خافتة والكمبيوتر مطفي لكن الأصوات خافتة لسه شغالة بتتردد في دماغه، وهمسات بتقوله: السجلات مش هتسيبك، السجلات مش هتسيبك. أنا مش عارف ده حقيقة ولا حلم لكن لازم أفوق. بيقوم بالبطيء يفتح الشباك وبيلاقي الدنيا طبيعية برا والعربيات ماشية والناس في الشارع عادي. يبدأ يشك كل اللي هو حصل له ده كان مجرد وهم أو حلم. بيبص للكمبيوتر وبيشغله عشان يتأكد إن كل حاجة طبيعية. لما الجهاز بيشتغل سطح المكتب بيبان عادي، مفهوش ملفات غريبة أو فيديوهات. أحمد بياخد نفس عميق: شكلي كنت بهلوس، أكيد كل ده بسبب الإرهاق. لكن هو بيحاول يفتح المتصفح عادي بيلاحظ حاجة غريبة. خلفية الشاشة بتاعته فيها نمط غريب عبارة عن أرقام مكررة 666 بتتداخل مع بعضها بشكل عشوائي لكنها بتكون رسمة غريبة. لو ركز عليها عينه تلزق في النمط ده بدون ما ياخد باله. دماغه بتبدأ توجعه. فجأة يسمع صوت رسالة على تليفونه، فبيفتحها بيلاقيها من صاحبه خالد.
خريج حاسبات ومعلومات اللي كان بيكلمه فترة عن الدارك ويب، وهو اللي زود الحماس والفضول عند أحمد إن هو يخوض التجربة دي. الرسالة بتقول له: يا أحمد، أنا كنت عايز أطمن عليك، بقالي فترة كبيرة مش سامع منك حاجة، لو حصل حاجة ابعتلي أو اتصل بيا. أحمد بيقول: خالد هو الوحيد اللي ممكن يفهم إيه اللي بيحصل لي ده، لازم أكلمه. ويبعت رسالة لخالد وبيقول له فيها إنه محتاج يقابله ضروري. بعدها بدقايق خالد بيرد وبيحدد ميعاد في كافيه قريب. في الكافيه خالد قاعد قدام أحمد بيسمع القصة وهو أصلا مش مصدق. خالد بيقول لأحمد: يعني أنت بتقول إنك دخلت حاجة على الدارك ويب وبعدها بدأت تشوف حاجات غريبة؟ أحمد بيقول له: بس الموضوع خرج عن السيطرة، حياتي كلها متلخبطة، كوابيس وانا صاحي وانا نايم ومش فاهم حاجة. خالد وهو بيركز: بصراحة اللي بتحكيه ده مش طبيعي، لكن في حاجة لفتت نظري، قلت انك شفت نمط معين من الارقام على الخلفية، صح؟ احمد بقلق بيقول له: ايوه، نمط غريب زي رسمة بتتكون لما تركز فيها كده. خالد فتح التابلت اللي معاه وقعد يقلب فيه، وفجأة قال لأحمد: في حاجة اسمها الأرقام التحفيزية، بتستخدم في الهندسة الاجتماعية والتنويم المغناطيسي. لو حد صمم النمط ده بشكل معين ممكن فعليا يسبب هلوسة عقلية. أحمد بيقول لخالد: انت عايز تقولي ان كل اللي شفته ده بسبب الأرقام دي؟ احتمال كبير، بس علشان نتأكد لازم نشوف الجهاز اللي استخدمته ونحلل الملف اللي اشتغلت عليه أول مرة. بيرجعوا لبيت أحمد وخالد بيبدأ يفحص الكمبيوتر ويلاقي إن الملف اللي فتحه أحمد بيحتوي على أكواد غريبة. خالد بيترجم الأكواد بسرعة زي ما توقعت. الكود ده عبارة عن سلسلة من الصور المخفية اللي بتشتغل على عقلك الباطن، أي حد يشوفها بيبدأ يهلوس ويشوف الحاجات اللي بتخوفه أكتر. هو مذهول: يعني كل اللي أنا شفته ده كان في دماغي؟ مفيش كائنات ولا سجلات ولا أي حاجة من اللي كنت شايفها دي خالص؟ أيوة، بس دي حاجة خطيرة جدا، اللي صمم الملف ده كان عايز يضر أي حد يشوفه، وده بيفسر ليه الحاجات اللي شفتها كانت مرتبطة بخوفك من الدارك ويب قبل ما تخش عليه. وخالد وهو شغال وبيكمل شغله بيلاقي ملف مكتوب عليه التفعيل التالي. خالد بصدمة كده: أحمد، ده مش بس ملف علشان يعرض الصور، ده كمان متصل بالإنترنت وبيبعت بياناتك على اللي بتشوفه أول بأول. في حد بيتابعك. بيتابعني ليه؟ غالبا بيستغلوا الناس دي في حاجات أكبر زي الابتزاز أو التجارب النفسية. لازم نقفل كل حاجة ونحذف الكود ده فورا. خالد بيبدأ بعملية حذف الكود، لكن فجأة الشاشة بتطلع برسالة: لا يمكنك الهروب، والجهاز بيطفي لوحده والإضاءة في الأوضة بترمش. أحمد بصوت عالي: لا، تاني. خالد بحزم بيقول له: اهدى، دي مجرد محاولة عشان يخوفونا، كل حاجة هنا متبرمجة عشان تتوتر، ولما تتوتر هتغلط، ولما تغلط هيعرفوا يلعبوا عليك. بيطلع خالد حاجة من شنطته بتفصل كل الأجهزة اللي موجودة في البيت على الإنترنت، بيعمل لها تشفير وتشويش وبيفصل جهاز الكمبيوتر تماما. بعدها بيفحص الكمبيوتر يدوي، بعد كده بيقول له: إن أنا قدرت أمسح الكود بالكامل، مش هشتغل تاني. أحمد بدأ ياخد نفس عميق، والأول مرة يحس إن الضغط خف، لكنه بيسأل بخوف: خالد، لو كل ده في دماغي ليه لسه بسمع الأصوات لغاية دلوقتي؟ خالد بيقول له: ممكن تكون مخك محتاج وقت علشان يتخلص من تأثير الصور والأرقام التحفيزية دي، لو استمرت لازم تروح لدكتور نفساني. وأحمد راح للشباك وبيبص منه وبيشوف الشارع عادي جدا، لكنه بيفضل شايل الشك جواه. هل فعلا انتهى كل ده ولا اللعبة لسه مستمرة؟ بعد أسابيع من إصلاح خالد للكمبيوتر بتاع أحمد وإنه شاله كل الأكواد الخبيثة، أحمد بدأ يشعر بشوية تحسن، بس لسه بيعاني من كوابيس متقطعة. وفي كل مرة بيفتح تليفونه أحمد بيحس بقلق، لكنه هو بيحاول يتجاهل الشعور ده. أحمد بيحاول يرجع للحياة الطبيعية. وفي يوم من الأيام وهو قاعد في أوضته ومشغل الموسيقى الهادية اللي هو بيحبها، بيبص للشاشة وبيفتح الواتساب وبيراجع محادثاته. كله تمام،
مفيش حاجة غريبة، بيقول لنفسه يمكن الموضوع خلص، وبيحط التليفون على جنب. لكن بعد دقايق بيرن إشعار واتساب، بيفتح الرسالة بيلاقي رقم مجهول بعت له رسالة بيقول له فيها: مرحبا مجددا، المستخدم 666. ناشط أحمد بيرجع خطوة لورا بالكرسي وقلبه بيدق بسرعة، وعلى طول بيتصل بخالد. خالد، حصلت حاجة تانية، رسالة غريبة من رقم مجهول بيقول نفس الكلام عن المستخدم 666. الحقنا يا خالد. خالد بتوتر: ايه ده؟ ازاي؟ انا مسحت كل حاجة من الكمبيوتر، انت فتحت اي حاجة مشبوهة تاني من الدارك ويب؟ احمد بيقول له: لا والله، اقسم بالله ما قربت من اي حاجة، الرسالة دي جت على الواتساب مش من الكمبيوتر يا خالد. خالد بياخد نفس وبيحاول يفكر بسرعة، ويقول لأحمد: تعالى لي فورا، لأن ده مش من الكمبيوتر، يبقى من الموبايل، وده أسوأ. أحمد وصل لبيت خالد، اداله تليفونه. خالد وصل له بجهاز الفحص بتاعه وبيبدأ في الشغل. شاشات الكمبيوتر قدامه بتعرض بيانات للتليفون بتاع أحمد بالتفصيل. خالد بيقول لأحمد: الواتساب بتاعك النسخة دي مش رسمية، انت عملت أي تحديث للتطبيق من فترة؟ أحمد: كان في تحديث من كام يوم وضغطت عليه لأنه كان مكتوب إنه ضروري وتحديث مهم. يا غبي، ده مش تحديث رسمي، دي نسخة معدلة غالبا تم تحميلها من خوادم مشبوهة. وهو شغال بيفحص التليفون بيجد برنامج خفي مرتبط بالواتساب المعدل. التطبيق أكنه عادي، بس هو في الحقيقة شغال جسر بين التليفون والخوادم في الدارك ويب. تمام، واضح ان دي محاولة تانية لاختراقك. الكود اللي على موبايلك متصل بخوادم مجهولة في الدارك ويب، شبيهة بالخوادم اللي كانت على الكمبيوتر بتاعك يا استاذ احمد. يعني ايه؟ يعني انا متراقب؟ وغالبا دي مش صدفة، في حد او جهة بتراقبك وبتحاول تخليك جزء من حاجة، او جزء من اللعبة اللي انت بتقول عليها يا استاذ احمد. وخلي بالك الموضوع اكبر مني ومنك، محاولة الاختراق مش مجرد محاولة اختراق عادية. وعلى طول بيقرروا ان هم يتصلوا بمباحث الانترنت ويشرحوا لهم التفاصيل وكل اللي حصل مع احمد. ضابط المباحث بيقول لهم: تمام، فهمنا من كلامك يا استاذ خالد ان في منظمة بتستخدم اكواد وبرامج خبيثة لاستهداف الافراد. دي حاجة خطيرة جدا، محتاجين كل المعلومات الدقيقة عن الخوادم اللي لقيتها. خالد بيقول له: انا قدرت اوصل لبعض بيانات الخوادم دي، لكنها متشفرة تشفير تام، محتاجين فرق متخصصة فك التشفير ده. ضابط المباحث بيقول له: تمام، احنا هنحتاج منك الجهاز التليفون اللي فيه المشكلة، وبالنسبة لصاحبك لازم ناخد منه أقواله ونوفر له حماية مؤقتة عشان لو الوضع تطور. خالد وأحمد راحوا لمقر مباحث الإنترنت وسلموا التليفون وسلموا الكمبيوتر وسلموا كل البيانات اللي قدروا يحللوها ووصلوا لها. بعد أيام من التحقيق الضابط بيروح لخالد وأحمد وبيقول لهم: نتائج صادمة، الخوادم اللي رصدناها جزء من شبكة دولية للجرائم الإلكترونية، بتستخدموا أكواد معقدة يستهدفوا ضحايا معينين، غالبا ناس عندهم فضول زي الأستاذ أحمد واهتمامهم بالدارك ويب، أو الناس اللي بيتعرضوا لمحتوى معين عشان يقدروا يأثروا على دماغهم. أحمد بيقول للظابط: وهدفهم إيه؟ بيجمعوا بيانات شخصية عن الضحايا وبيستغلوها للابتزاز أو لتجنيدهم في عمليات مشبوهة غسيل الأموال أو حتى تهريب المعلومات عن الأماكن الحساسة في الدولة. والضابط بيشرح لهم العملية، وخالد بيراجع البيانات اللي تم فك تشفيرها، وبيكتشف خالد رسالة ضمن الأكواد بتقول إن أحمد تم تصنيفه في العملية كهدف مميز. خالد بدهشة بيقول لهم: أحمد، كانوا بيستهدفوك من الأول، والاستهداف ده مش صدفة، يمكن لأنك دخلت الموقع ده وبياناتك الشخصية كانت متاحة في كل مكان. بعد التنسيق مع الشرطة الدولية بيتم القبض على عدد من المشتبه فيهم المرتبطين بالشبكة، وبيتم إغلاق العديد من الخوادم والمواقع. أحمد بعد ما سمع الأخبار يعني خلاص الموضوع انتهى. خالد بيرد عليه بيقول له: أيوة، لكن خد بالك، طالما كنت على الإنترنت فأنت دايما في خطر، خلي جهازك وتليفونك دايما متأمنين، ما تخشش على المواقع المشبوهة دي تاني. أنا خلاص يابا، اتعلمت الدرس، مش هقرب من أي حاجة غريبة. الحياة بدأت ترجع بالتدريج لطبيعتها. أحمد بدأ يركز في شغله ومع أصحابه وبيحاول ينسى كل اللي حصل. بعد شهور طويلة من الهدوء، أحمد وهو قاعد في أوضته ماسك تليفونه فتح الواتساب عشان جاله رسالة عليه:
رسالة كانت من رقم مجهول بتقول له المستخدم 666 نشط الآن. عينه بدأت توسع وقلبه بيدق بسرعة وبيحاول يتجاهل الرسالة، لكن فجأة بيلاقي تليفونه بيرن من نفسه وقفله. ولما فتحه لقى إن الخلفية سودة تماما ومكتوب عليها لا أحد يهرب من السجلات، والأصوات بدأت ترجع تاني لأحمد. 666 خلي بالك يا حكواتي، المستخدم 666 مراقبني ومراقبك. متنساش قبل ما تقفل الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، يلا عشان احنا متراقبين. استنى فيديو جديد. سلام يا حكواتي، سلام.